التسديده الاولى من بركات وبتيجي في المدرجات. بركات خطير وعاوز يسجل الاول، وتسديده تانية يمسكها عبد الواحد السيد والاهلي يستاهل جون، بس الزمالك كان هيغفلهم وعبد الحليم علي كان عاوز يسقط في الجون، ولكن وائل جمعه مركز وبيطلعها. بعدها الزمالك يسجل الاول ولكن بيطلع اوفسايد، والزمالك بقى اخطر بكتير عشان نشوف بعدها الاهلي بيضيع الاول بغرابه كبيره. كره البركات قدام الجون وبيلعبها براسه وبتيجي في الشبكه الخارجيه ويضيع الاول على النادي الاهلي. وبصراحه الفريقين مقدمين ماتش كبير لحد دلوقتي. لو عرفت المباراه دي سنه كام اكتب لي تحت في الكومنتات. اللي بعدها برضه خطيره من النادي الاهلي وابو تريكه يضيع جون، والاهلي يستاهل هدف في الوقت ده. يرد الزمالك بالاخطر وكره من عبد الحليم علي وبتخبط في القائم وتطلع. اللي بعدها فاول من مكان حلو ويتالق الحضري ويطلعها، واللي بعدها برضه الحضري يتالق فيها والزمالك خطيره. يرد تريكه بتسديده وبتخبط وبتفقد قوتها وبيمسكها الحارس بسهوله، علشان الاهلي في الثانيه كان غدار ويسجل الاول بطريقه روعه من عماد متعب. فاتح له متعب لما وداخل على شماله. هوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الله 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 عليك يا متعب. والاهلي في الشوط الثاني اون فاير. وتعالى نشوف كده رد فعل نادي الزمالك. الاهلي عاوز الثاني وعماد متعب يدخل ويعدي والحارس يمسكها. الكره دي لو كانت جت كانت خلصت على الزمالك، ولكن اللي خلص على الزمالك فعلا هو ابو تريكه. عرضيه حلوه من بركات وابو تريكه بيخش يسجل الثاني. استلم من بركات وعايز يعدي عرضيه. هوبا يا نهار ابيض. ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه المجرم ابو تريكه المجرم. حلوه يا ابو تريكه. ولسه الزمالك محتاج هدف علشان يرجع في الماتش، وبكده تبقى النتيجه 2-0 وقابله للزياده. ابو تريكه شكله كده حب الموضوع وبيروح يسجل الثالث. عماد ماشي عماد عرضيه. هوبا ابو تريكه لما ابو تريكه والثانيه. هوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا شقي يا نهار ابيض يا شقي يا نهار ابيض يا شقي. ابو تريكه يخرب عقلك يا راجل. لا الولد ده حكايه. وبتبقى نتيجة تاريخية بثلاثية نظيفة على نادي الزمالك. شوط تاني تاريخي من النادي الاهلي يدمر فيه نادي الزمالك. اخيرا بنشوف تسديدة من الزمالك وبتروح جنب القائم. الاهلي بيدور على الرابع وبتريكة يعدي من الحارس وبيعملها عرضية، ولكن الدفاع وحارس المرمى بيمسكوها في الاخر علشان بعدها يصفر الحكم وينهي المباراة بفوز النادي الاهلي بثلاثية نظيفة. لايك بقى وصلي على حبيبك واستنى مني الجديد يا كينج.